صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بتراب التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب توالى بحبيبي حفظ لنا منالا يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي وعن الأنام في الحب أنا مقاوي وتناهى في وجدي وتعالى يا قلبي الله توالى بحبيبي حولنا ونوالا حضر لا يرضي مجدوار بشرمت أميلا يضيح ضلالا يا لقلبي سرورا حبيبي الله أما الأمال ومن فوق علمنا قدره رباط في شؤوني وكمالا رباط في شؤوني وكمالا يا لقلبي الله سروره قد توالى بحبيبي عن الأنام فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يؤرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة واسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضات التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال المشهود بالعين هاب لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا واتمل عليه من الله نعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في البروج ليتشرف به موطن استقراره وموضع حروجه وقد قدت الأقدار الأزاليات بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونور حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف
تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزاني إلى تدوين ما حفظته من سير الأشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى السماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على بذكر الأولياء والصالحين ينزل رحمة من ذي الجلال. عسى الله الكريم لنا يغمر برحمته المزيلة للضلال الضلال. بذكر الأولياء والصالحين ينزل رحمة من ذي الجلال. عسى الله الكريم لنا يضمن برحمته المزيلة للضلال الضلال. بذكر الأولياء والصالحين ينزل رحمة من ذي الجلال. عسى الله الكريم لنا يغمر برحمته المزيلة للضلال الضلال. فيا ذا المن والكرم أبو حسن بهذا المعالي. فيا ذا المن والكرم أبو حسن بهذا المعالي. ونور مدخلا بالنور أني وقوف حبيبنا حسن وآله بذكر الأولياء والصالحين ينزل رحمة من ذي الجلال. عسى الله الكريم لنا يغمر برحمته المزيلة للضلال الضلال. هو الداعي إلى الله العلي ودلوى موركات بما توالي. هو الداعي إلى الله العلي ودلوى موركات بما توالي. مؤسس معهد دار دعاة هناك منزل كل غالب كل غالب. وذكر الأولياء والصالحين ينزل رحمة من ذي الجلال. عسى الله الكريم لنا يغمر برحمته المزيلة للضلال الضلال. أبو حسن قدوتنا المربي ينال المقتدي ثم البحال. أبو حسن قدوتنا المربي ينال المقتدي
حسن خير الجنان مع الأهالي بذكر الأولياء والصالحين ينزل رحمة من ذي الجلال عسى الله الكريم لنا يغمين برحمته المزيلة للضلال الضلال خير الأنام نبي حسنه مثل الهلال بجاه محمد خير الأنام نبي حسنه مثل الهلال جميع الحاضرين هنا مكافير خطاياهم تشبه بالرمال بذكر الأولياء والصالحين ينزل رحمة من ذي الجلال عسى الله الكريم لنا يغمر برحمته المزيلة للضلال الضلال عسى مع خير خلق ذي الشفاعة إلى دار الجنان بلا ملال عسى مع خير خلق ذي الشفاعة إلى دار الجنان بلا ملال صلاة الله مع كل سلام على طه يحث على الحلال ذكر الأولياء والصالحين ينزل رحمة من ذي الجلال عسى الله الكريم لنا يغمد برحمته المزيلة للضلال الضلال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضع في هذه الصورة صلى الله عليه وسلم. والنور هذا الحبيب أول المخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمؤونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثر مجده الصميم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السواد والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزهم من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء
سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بأبو يا حسن بخلق حسن جد لنا بالميلاد إنه في يدرى بحبيبنا الزين كل شامل زين طهرنا من الرين إنه في يدرى في الدنيا موزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا موزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء والحبيب السكار أهل قلب كشاف جد لنا بالألقاب إنه بيدرى بحبيبنا علي الفقيه الولي اجمعنا بالنبي إنه بيدرى سعدونا في الدنيا موزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا موزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بحبيبنا حسين النقي من الشين أسعدنا في الدارين إنه بيدرى يا أهل الدار حسبكم بشارة من ذوي إشارة إنهم بيدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء إلى دري دعوة إلى دري دعوة وفيها العين وسر الأصوات للنبي للنبي كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن إلى دري دعوة إلى دري دعوة وفيها العين وسير الأصوات للنبي للنبي
ودور لك وينك يا شيخنا حسن وين إلى دار الدعوة إلى دار الدعوة وفيها العلم وسر المسوى للنبي الزين للنبي الزين كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن وين سمعته يتكلم بلغة النبي المختار الأكرم سمعته يتكلم بلغة النبي المختار الأكرم ناخذ بحظي ناخذ بحظي كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن وين إلى دار الدعوة إلى دار الدعوة وبها علم وسر الوصال للنبي الزين للنبي الزين كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن وين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين كرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر قدرتك شفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضور هذا المولود وانفلق صبح الكمال من النور أنعمون وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلي وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ولأن يا رسول الله سرور قد تجادر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا هلال
رسول الله أخافي لحزني دهر على الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعدي مستمر ويسير الفاد حيث بنا عطاء يوم غالبا قد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حي سلام عليك صلوات الله عليك لرب كل حمدي جل يصور العاد إذا حمدنا بوجوده مصطفى الحبيب محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أولى بك إنه نسعى وبجاه يا إلهي بدون كل مدسع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وهدينا نجا سبيلك يبين سعر والرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري غير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله عليه محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجزام طلع بدر علينا بثنيات
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa ma'syaral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ada 3 bayi perempuan yang telah disepakati oleh orang tuanya diberikan nama-nama yang bagus, nama-nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang pertama bernama Aisyah Hanan binti Syekhan Bahsin, wa Aisyah Nadhirah binti Mustafa Husain, wa Fatimah Mahirah binti Abdullah Ahmad Al-Mahdali. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbagusilah nama kalian dan nama-nama ini yang luar biasa. Mudah-mudahan sesuai dengan apa keinginan kedua orang tuanya, anak ini akan menjadi anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita membacakan surat Al-Fatihah dengan niat agar anak ini diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan diluaskan rezeki yang halal yang barakah, sebagaimana para salaf salihun memberikan nama-nama anak mereka dengan niat tidak lain adalah untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bi asmaul mubarakin Aisyah Hanan binti Syekhan Husain, wa Aisyah Nadhirah binti Mustafa Husain, wa Fatimah Mahirah binti Abdullah Ahmad Al-Mahdali. Anallahu ta'ala umurna fi ta'ati rasuli bi anna Allah ja'alna minal bariyat wa hafazna minal adir baliyat minal fitan ma dhahara min fatan wa alana wa aslam sunin tasmi'at naihim ala hadiniya wa fi kulli niyatin salaha wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina wa qulubihim warzuqna birrahim. Allahumma arzuqna warzuqhum fahman nabiyyin wa hifdzan mursalin fil Qur'an wal hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ja'alna muqimina as-salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفعه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين موضع ولادته وقبره في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله عيد الكدرى. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قال ثم ألبسته وعجته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورق شريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشاريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يكفي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه وسلم. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه.
وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين والعبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشعين أن تقابل المذنب بالغفران
والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة وعنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك الصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل محمد وآل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك لا بها سبحان الله ويتم بها سلام وحمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. نهدي من سويداء ضميرنا الجناح التوفيق والتبجيل نحو الحبايب والأسد الذي قد حضروا معنا والذي يتسمح لي أن أذكر أسماءهم واحدا تلو واحد. أسأل الله يطيل أعمارهم بالتوفيق والتحقيق ونور بصائرهم بالتوفيق وأنزل عليهم شتى التعريف. Berdirinya Al-Fajr di sini sebagai MC dan insyaallah akan membacakan acara pada hari ini. Pertama pembacaan Simtud Duror Maulid Habsyi, yang kedua pembacaan Yasin dan Tahlil, yang ketiga kata sambutan, yang keempat pembacaan Manaqib Sahibul Haul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang kelima Mau'izah Hasanah, yang keenam Tahlil Talqin wa Zikir. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kita akan memasuki acara sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Isa Segaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sambutan dulu. Tahlil. Acara pembacaan tahlil yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Habib
الحبيب آمين الحبشي الحبيب أحمد بن حسين الكف عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. ياسين والتحليل والتسبيح والصلاة على النبي الله روح شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وحلفهم إلى أرواح آبائه وإخوان الأنبياء والمرسلين وأصحابه أجمعين وجميع عباد الله الصالحين وإلى أرسل المحج الله أحمد بن عيسى أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن كرم زهاني وعبد الرحمن محمد السقاف وأستاذ البالي أجمعين. الولاية الحبيب عمد بن علي الحداد والحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب عبد الله بن سالم الكاب والحبيب سالم بن عبد الرحمن الكاب والحبيب محمد بن حسين بن شهاب والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب والحبيب أحمد بن حامد الكاب والحبيب علي بن أحمد بحسين والحبيب عمر بن أحمد شهاب والحبيب محمد بن عبد الله الحبشي والحبيب بن شياس الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن سالم المعارج والحبيب عمر بن عبد الرحمن الجفري أن الله يغفر لهم ويرحم ثم إلاره شريفة هبابة لطفية بنتي حسن الجفري والهبابة مزنة بنتي محمد الكاف والحبيب أحمد نوفل بن عبد الله برهان بن أحمد بن حامد الكاف أن الله يغفر لهم ويرحم ثم إلاره أبويا سيد محمد بن علوي المالكي ثم إلار والحبيب أبويا أستاذ حسن ثم إلار والحبيب قاسم بن أحمد بحرون ثم إلار والحبيب مصطفى بن أحمد بحرون ثم إلار والحبيب حسين بن عبد الله السقاف ثم إلار والحبيب آنس بن أبو بكر الهندوان ثم إلار والحبيب حسين بن صالح المخضار ثم إلار والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن مولى خيله ثم إلى الحبيب طاهر بن ياس ثم إلى الحبيب حسن بن مصطفى بعبو ثم إلى الحبيب إدروس بن علي هندوان ثم إلى الحبيب عبد الله حامد بن عبد الله السقاف ثم إلى أستاذ بدر باخبزي ثم إلى الأستاذ أحمد شكير ثم إلى الأستاذ محمد ناصحين نور ثم إلى الأستاذ يا حاجي أحمد أسراري بن مرسي ديك ثم إلى الأستاذ الشافعي ثم إلى الأستاذ مفتوحين ثم إلى الأستاذ أمير الدين ثم إلى الأستاذ عبد الشكور ثم إلى الأستاذ عباد ثم إلى الأستاذ أحمد منصور ثم إلى الأستاذ إلحام مردوكي ثم إلى الأستاذ عبد الحميد ثم إلى الأستاذ عبد الله عمر ثم إلى الأستاذ السيد الأنوار ثم إلى الأستاذ صادق شهاب ثم إلى الأستاذ علي حافظ ملان ثم إلى الأستاذ حميدة الأستاذة حميدة ثم إلى الأستاذة فريدة السقاف ثم إلى الأستاذة جميلة بنت نعمات إن الله يغفر لهم ويرحم ثم إلى خصوصا ثم إلى الشريف الجفري وحبيب عبد الرحمن بن صالح الكاب الحبيب شاكر بن مريم بنتي علي الكاب ثم إلى الحبيب جعفر بن عبد الله السقاف أن الله يغفر لهم ويرحم ثم إلى صاحب الحال خصوصا الداعي إلى الله الحبيب حسن بن أحمد بحرون أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة برحمة والدينا والدهم خاصة وجمع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع ذكرى خشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصينا في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة حييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون